عايزة تعملي أكل صحي وكمان لذيذ. هنعمل النهاردة وصفة متكاملة من لحوم ورز وكمان الخضار. عايزة أقولك تحفة بجد وخطيرة، وهنعمل كباب الحلة بطريقة جديدة طعم المشويات. يلا نشوف الفيديو مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. أنا هايدي مكرم، أخصائية تغذية علاجية، بقدم لكم الأكل بطريقة صحية. اول حاجة هنعمل كباب الحلة. هنستخدم اول حاجة طاسة تكون مش بتلزق، جرانيت او تيفال، معلقة متوسطة او يعني ممكن نقول نص معلقة كبيرة من السمنة. هنحط حبيتين من المستكة مع نص معلقة السمنة، بتدي ريحة حلوة جدا. وبعد كده بنزل عندي باللحمة القطع، وتكون الدهون بتاعها قليلة زي ما انتوا شايفين، يعتبر ما فيهاش دهون خالص، ودي كده بتبقى صحية اكتر. ببتدي اشمعها والنار تكون متوسطة، لا هي عالية قوي ولا هي منخفضة قوي. بعد كده ما بتتشوح من ناحيتين وتتشمع. طبعا السر في ان النار تكون متوسطة، انها ما تنزلش المية بتاعتها. بعد كده ببتدي احط عندي حوالي نص كيلو من البصل، او يعني حسب ما تحبوا، بس هو كباب الحلة عامة بيحب البصل الكتير. بنقطع البصل شرايح، بحط كمان ورقتين من ورق اللورة، وبقعد اسويها كده لغاية ما تستوي خالص، وبوطي عليها النار بقى لغاية ما تستوي واتاكد انها استوت. لو هي مثلا ما استوتش عندك او اللحمه كبيره شويه، ممكن نحطها في الحله الضغط تستوي، وبرجع تاني احطها في الطاسه. برش الملح في الاخر خالص لغايه ما تستوي. كده عندي اللحمه كده استوت، او كباب الحله استوى. هنعمل بقى رز زي الرز المعمر بس بطريقه صحيه. لو انت عندك كوبايتين من الرز، هنحط كوبايتين من الميه ونص كوبايه من اللبن. كده كده الرز ما بيشربش اللبن قوي، فهيطلع مظبوط جدا جدا. يعني كل كوبايه رز عليها كوبايه من الميه وربع كوبايه من اللبن. انا حطيت هنا كوبايتين من الرز، وحطيت نص كوبايه من اللبن وكوبايتين من الميه، وببتدي احط الرز عندي من غير ما احط سمنه ولا اي حاجه، وبسوي الرز وبسيبه بقى يستوي. هطلع بقى بعد كده كباب الحله، وهسيب البصل الموجود بتاعها. وبعد كده بقى هبتدي انزل على البصل عشان نعمل البطاطس. ممكن هنا نستخدم اي خضار احنا بنحبه. هبتدي انزل بحوالي 3 طماطمات متقطعين، معلقتين من الصلصه، وطبعا الصلصه تكون انتي اللي مفرزاها في البيت، بتكون صحيه اكتر وما فيهاش ملح كتير علشان ما يرفعش الضغط، وما فيهاش مواد حافظه. بحط بقى عندي التوابل بتاعتي، ملح وفلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر. حابين تحطوا كمان مثلا بهارات لحمه بتبقى جميله جدا. هزود عندي بقى الميه كمان لغايه ما حوالي كوبايتين من المية، وبنزل حوالي 3 بطاطسات كبار او 4 بطاطسات كبار، وبحطهم في الطاسة لغاية ما يستوي. هنا ما استخدمتش فرن خالص. حابين تحطوها في الفرن ممكن برضو نحطها في الفرن، وانا عملتها قبل كده معاكم. وكده عندي البطاطس سبتها لغاية لما تستوي. عندي اللحمة بقى ممكن بقى نحمرها مع معلقة صغيرة من السمنة، وبرضو لازم تكون الطاسة عندي تكون مش بتلزق، علشان اولا ما تاخدش سمنة كتير، ثانيا ما تلزقش في الطاسة وتبقى مشكلة. وبحمر عندي كباب الحلة بجد تحفة، كأنها مشويات في الفرن او عند الراجل بتاع الحاتي. طالعة كباب بجد تحفة، كباب يعني مش كباب حلة بس. الطريقة دي لذيذة وطعمة، واللي زهل من الحاجات الدايت وطعم الاكل المسلوق. طيب هناكلها ازاي؟ طبعا هنا عندي الرز استوى اهو. عندي الرز طبعا علشان معمول باللبن فاستوى، وادى اللون الاحمر الجميل. قلبتها في طبق. بناخد بقى حوالي 3 معالق بس من الرز. طيب البطاطس، هتقولوا لي هناكل رز وبطاطس؟ لا طبعا. اللي هياكل لو عامل دايت، لو حد عامل دايت او حد عنده سكر، هناكل بس يا اما رز يا اما بطاطس. وهناخد مع البطاطس حوالي 120 جرام من اللحمة، وكمان ممكن ناكل بقى طبق سلطة حلو جدا، وما ناكلش بقى الرز. لو هناكل رز
ممكن ناكل برضو 120 جرام من اللحمة مع حوالي 3 معالق او 4 معالق من الرز فقط، مع سلطات او خضار سوتيه. ممكن نشوح شوية كوسة مع جزر مع فاصوليا خضراء ونشوحهم في الطاسة، وانا عملت قبل كده الفيديو ده على القناة، وناكله معاها. وطبعا ترتيب الاكل مهم جدا، ان احنا بناكل الاول البروتين مهم جدا، الخضار او السلطة، وبعد كده بناكل النشويات سواء رز او سواء بطاطس. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. انا هايدي مكرم، اخصائية تغذية علاجية، وبقدم لكم الاكل بطريقة صحية. ويا ريت ما تنسوش الكومنتات الحلوة اللي بتخليني اتشجع واعمل لكم وصفات صحية. وكمان قولولي بتتابعوني من انهي بلد عشان اجيب لكم اكلات جديدة للبلاد بتاعتكم، واجيب لكم اكلات كمان صحية. باي باي.